أسرار الزهريين الجزء 15. الزهريين الرضوانيين الفصل 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائلتنا الكبيرة، أرحب بكم من جديد في الفصل 3 لموضوع الزهريين الرضوانيين، وإن شاء الله تعالى سنبحر اليوم في أسرار عديدة في هذا الباب. نعطي أول الأمر خلاصة عن الأجزاء السابقة ونرتب جميع أوراقنا ونقول: الزهريين عموما قد تكون حياتهم صعبة نوعا ما في بعض مراحلها، وتتسهل وتتيسر كلما اتبع الزهري طريق النور وطريق الله عز وجل. الزهري ليس ذلك الإنسان الذي يحصل على كل شيء في طبق من ذهب، بل لا يحصل على أي شيء إلا بمجهود ومثابرة واجتهاد، وبالتالي الحفاظ على أي إنجاز قام به يحتاج منه لمتابعة وحرص دائم. الزهرية لدى الزهريين هي طاقة من الله، ولكن لا تجعل من الزهري قديسا أو وليا أو يستطيع المشي على الماء أو القيام بمعجزات مماثلة. الزهري الرضواني محب للصالحين، وللزهريين مريدي الصالحين، الذي قلنا أنهم يكونوا واحد من بين 10 مليون ربما، لأنه يستمد منهم ويتشرب من طاقاتهم. ربما أرض الغرب أو أرض الأموات كما كان يسميها الفراعنة هي الأرض التي بها تلك الطاقة النورانية التي ستنبع يوما ما بكل خير. كان الفراعنة يدفنون أمواتهم في الشق الغربي من النيل، ويسمون تلك الجهة الغربية لنهر النيل بأرض الأموات أو أرض الغرب. ربما اطلاعهم على باطن الباطن جعلهم يسقطون ترتيب الأراضي المتجاورة على الأرض التي عاشوا فيها. أرض الغرب أو المغرب العربي ضم بعدها الآلاف من الصالحين، ممن سلالتهم تنتهي إلى النبي العدنان عليه أزكى الصلاة والسلام. هم رجال تجري في عروقهم دماء شريفة، وعرفوا بأنهم أصحاب وسيلة وطريقة وسر رباني. وبين قوسين، رغم أن الحاقدين حاولوا تصنيف كرامات الأولياء الدينية والروحية كشيء من الخرافات والدجل، وربطوا بين الصالحين من الإنس والجن بالأساطير الإغريقية، وهو فكر صهيوني الهدف منه إزالة تلك الرابطة والثقة والنور بين العبد والله عز وجل، لأن الخطة تقضي بإزالة الإيمان بالغيب، وبعدها إفساد العقيدة عبر الغلو في الدين والخروج بالإنسان من صفة الإنسان الكامل إلى الإنسان الآلة الذي يمكن التحكم فيه عبر برامج مثله مثل أي جهاز أو آلة أخرى. وهذه خطة الدجال تطبق بنجاح، ويساعدهم فيها بعض المغسولي الدماغ ممن يعتبرون أنفسهم مثقفين. فعلاقة الزهري الرضواني بالصالحين فوق الأرض عبر مزاراتهم وفي أراضي الصالحين ليست لكونهم من عباد القبور أو عباد الأموات كما قد يرى البعض من الجهال، ولكن العلاقة أقوى من ذلك بكثير وأبعد بكثير. فالزهري الرضواني حينما يدخل حضرة فإنه يدخلها بروحه قبل جسده، وبذلك تجد له اتصالات مع أراضي الصالحين ومع أهل الله، ساداتنا أهل الخطوة الذين يمكن الاتصال بهم في كل زمان ومكان، ويساعد بإذن الله من غرق أو سيغرق في خطاياه ليرشدوه إلى الطريق. طبعا حينما نتكلم عن أهل الخطوة فإننا نتكلم عن رجال يحملون علما ويأتون مسرعين فقط لمن عرف طريقهم وعرف الباب التي توصل لهم. فأولياء الله تخدمهم الملائكة لقربهم من الله ومداومتهم على ذكره، فالملائكة تخدم كلمات الله وذكره
وبالتالي فهم يخدمون الذاكرين المداومين على ذكره. ويقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والاستقامة هي المداومة واتخاذ الطريق السليم نحو الله عز وجل بقلب أبيض يملأه النور والمحبة. ويقول الله سبحانه أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالملائكة هم أولياء الصالحين في الحياة الدنيا والآخرة، أي قرناؤهم يسددون خطواتهم ويوفقونهم ويحفظونهم بأمر الله تعالى. وكل من كان معه ملائكة من الصالحين في الدنيا سيكونون معه في الآخرة أيضا. وقوله تبارك وتعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال سيدنا عمر بن الخطاب في هذه الآية: سمعت رسول الله يقول: إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى. قيل: يا رسول الله خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله على غير إرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحبتي في الله، الرضوانيين الصالحين يرتبطون بأرواح الصالحين لأنها تتواصل مع من صفت أحواله وطهرت سريرته، ولأنهم ببساطة يرونهم ويشاهدونهم، لأنهم أهل مكاشفة وبصيرة. فالصالح يدفن في مكان عبادته فوق الأرض ومكان خلوته، قد يكون في تل مقفر أو مكان لا يوجد به طائر يطير ولا وحش يسير، وقد يكون في أعلى الجبال مع النسور والصقور، ليس لأن الصالح أصبح متوحشا أو فقد عقله، لأن من دلوه على ذلك المكان، بل لأن من دلوه على ذلك المكان يعلمون أنه منبع للطاقة وبوابة تواصل بين أرض وأرض، فلم يكن اختياره عبثا، ولكن قد تم دله وإيصاله ممن سبقوه إلى أرض الصالحين إلى ذلك المكان، فيبقى متعبدا فيه إلى أن يلتحق بهم، لأنه ببساطة استيقظ وفهم الدنيا فهما عميقا. الرضوانيون وعلاقتهم بمزارات الصالحين هو أصلا ارتباط لأرواحهم بتلك البوابة، وتقرب للصالحين أن يأخذوه إلى جوارهم ويفتح له الباب الأخضر للدخول إلى حضرتهم. أرض الصالحين هي حلم كل من لامست روحه نسمة من نسمات ترابها الممسك حينما يذكر الذاكرون، فهذا معناه أنهم واقفون على الباب ويلتمسون الدخول. وحينما يحضر حال الشيخ ويتروحن المريد وتمتزج روحه بنفسه وحاله ويفقد ذلك الشعور بكل شيء، فهذا معناه أنه رأى وكشف له باب نحو ذلك النور المبارك. وكلامي مع أهل العقول ومن يرى ببصيرته. وسيكون لنا في المواضيع المقبلة تفصيل للاستفادة من زهريتك وشرح لكيف يقوم السحرة بعقد الزهرية لدى الزهري، وكيف نفك كل العقد وننطلق نحو نور الله محلقين. وأخيرا أحبتي في الله،
تركت لكم المحبة والنور، وتمنيت لكم ولآبائكم وأمهاتكم وأولادكم وأزواجكم وزوجاتكم الخير والبركة والصحة والسرور في مالكم وبدنكم ودينكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملتقانا في موضوع آخر إن شاء الله.